السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين إيه؟ بكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو جديد. اللاعب اللي عرفه من انتقالاته هيدخل معانا التشكيله وهنلعب في الديفيجن بالتشكيله دي. فيعني ان شاء الله نكون فريق اسطوري النهارده. يا ريت قبل ما نبدا، يا ريت تنزل تحط لايك، تحط سبسكرايب، شير على النبي، رابط كل حاجه تلاقيها في البايو. يلا فيلا بينا نبدا. فزي ما انتم شايفين كده قدامكم تشكيله فاضيه ما عدا الاتنين دول والدكه، فانا مليون بلعيبه الدوري الياباني ولعيبه الدوري المكسيكي مالهمش لازمه. فان شاء الله هنبني التشكيله دي كلها، واي لاعب حتى لو ما جبناش حارس فهندخله التشكيله. فزي الفل، يلا بينا على الفيديو. نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 35 سؤال وسؤال بونص. بسم الله. اول سؤال كده عندنا برشلونه، برايتون، برشلونه، موناكو. هو اللاعب انسو فاتي. هو اللاعب انسو فاتي. اعتقد انه هيكون انسو فاتي يعني. وهو اللاعب انسو فاتي، فتعالى ندخله معانا التشكيله. فزي ما انتم شايفين كده يعني معانا نسختين من انسو فاتي. النسخه السي اف بتاع برشلونه، النسخه ال دبليو. مش عارف الصراحه النسخه السي اف دي كويسه ولا ايه. فهي جول بوتشر وهاي يعني. لا الصراحه مش احسن حاجه. هي مش هيفرق يعني كده كده. كان هيجيلنا مهاجمين اقوى، فتعالى ندخله كده مكان اي حد كده. وهنحطه كده، نحطه في التشكيله جناح ايسر. تعالى نكمل. الانتقال اللي بعده من بروسيا لتشيلسي. استنى كده. صعبة دي، صعبة دي. يعني حد راح من بروسيا لتشيلسي وراح السيزون ده. انا كان في واحد كان من ناشئين السيتي بس انا مش فاكر اسمه. انا مش عارف الصراحة، مش عارف. انا مش عارف، ناسي اسمه خالص اللي هو من ناشئين السيتي ده. مين بقى اللي راح من بروسيا لتشيلسي؟ صعب اوي يا جدعان، صعب اوي، صعب اوي الصراحة. ده ده من ساندرلاند اللي هو الأسطورة جوب بلينجهام، وليس جوب بلينجهام أخو بلينجهام. فتعالى ندخله معانا للتشكيل. أنا هنا جوب بلينجهام لسه لاعب 3 نجوم بوكس تو بوكس ومعندوش التاتش. فتعالى بقى نشتري جوب بلينجهام وندخله معانا التشكيلة. فتعالى ندخل بلينجهام مكان أي حد هنا، وننزله هنا في صناعة الألعاب ولا في نص الملعب. مش لا، خليها صناعة الألعاب. فزي الفل، يلا بينا نكمل. اللاعب اللي بعده ريال مدريد، ريال سوسيداد، ميلان، الهلال. وهو اللاعب سيو هرنانديز الظهير الايسر. فهو اكيد يعني. تعال ندخله معانا التشكيل. اللاعب اللي بعده طبعا هو اللاعب قلنا سيو هرنانديز. تعال ندخل سيو هرنانديز. النسخة الجامدة جدا دي معانا التشكيلة. هو بيوصل 100 مع دي شام. زي الفل، يلا بينا نكمل الانتقالات. اللاعب اللي بعده من اياكس وست هام لتوتنهام الموسم ده. ده اللاعب بقى انا عارفه، هو اللاعب محمد قدوس الغاني. فا ايوه هو. تعال ندخله بقى معانا التشكيل. فمعانا الصراحه نسخه جامده جدا الصراحه. محمد قدوس تقريبا ده اقوى نسخه ليه بالنسبه له في اللعبه، مكسها 100. فزي الفل، هتكون جامده قوي الصراحه. يلا بينا نكمل. اللاعب اللي بعده من فلومينينسي برايتون لتشيلسي. ده انا عارفه، استنى. ده اللاعب جواو بيدرو. ده اللاعب جواو بيدرو. هو جواو بيدرو. تعال ندخله معانا التشكيل. الصراحة كنت فاكر ان مش معايا نسخة من جواو بيدرو، ولكن طلع معايا النسخة دي من جواو بيدرو. نسخة كويسة الصراحة. مكسها 98 دي بلاينج فورورد. فزي الفل، يلا بقى نكمل. اللاعب ده من شالكة لبايرن. استنى كده. شالكة قصدي للسيتي لبايرن لجلطة سراي. ده اللاعب ليروا سانيه. تعال نتأكد برضو هل هو اللاعب ليروا سانيه. هو اللاعب ليروا سانيه. فتعالى بقى ندخل معانا ليروا سانيه في التشكيل. مش معانا غير النسخة دي من سانيه، فتعالى ندخلها كده. لو احتاجناها هنطورها، غير كده لا. زي الفل، يلا نكمل. اللاعب اللي بعده من استون فيلا راح النصر، والنصر راح فينربخش. ده اللاعب دوران. على ما اعتقد ان ده دوران، صح؟ هل ده دوران؟ دوران. ايوه هو دوران يا جدعان. معروفه قوي الصراحه. لما سنه صغير وراح النصر هي معروفه جدا. فزي الفل يعني. يلا بينا ندخله معانا التشكيل، رغم ان هتلاقي هنجيبه بيزك اكيد. فدوران نسخة النصر الجول بوتشر. تعالى نشتري كده وندخله معانا في التشكيل. فتعالى ندخل دوران معانا التشكيلة كده على الدكة. يلا بينا نكمل. اللاعب اللي بعده تشيلسي. فولفسبورج، السيتي ونابولي 2025. وهو اللاعب الاسطوري كيفن دي بروينا. فيلا بينا ندخله معانا للتشكيلة كيفن دي بروينا. فزي الفل، معانا التلات نسخ دول من كيفن دي بروينا. ولكن هختار طبعا النسخة دي جامدة جدا. ندخلها كده. ندخلها اسفين يا عم جوب بلينجهام، ولكن دي بروين جامد جدا. فيلا بينا نكمل.
اللاعب اللي بعده من اليونايتد نوتنجهام فورست، استنى كده. يونايتد لنوتنجهام فورست لنيوكاسل. من يونايتد لنوتنجهام فورست لنيوكاسل. مش عارف الصراحة. تقريبا ده إيلانجا صح؟ ده إيلانجا. عشان انا سمعت انه انتقل لنيوكاسل. ده إيلانجا تقريبا اعتقد. هل هو إيلانجا؟ هو إيلانجا. هو انطونيو إيلانجا. فزي الفل. اكيد هندخله معانا التشكيله، بس جاي الان في مشكله، انا لو جبناش مدافعين انا هلبس هلعب اي حد في اي حد، فدي مشكله صعبه اوي الصراحه. ولكن تعالى ندخل إيلانجا التشكيله. فإيلانجا الاربع نجوم نسخه نوتنجهام فورست دي بيزك. تعالى نشتريها 43,000 جنيه وندخله معانا التشكيله. فزي الفل. تعالى ندخل إيلانجا. حطه مكان اللاعب ده. اللعيبه البيزك هتكون كتير شكلها. يلا نكمل. اللاعب اللي بعده من ريال سوسيداد لارسنال. دي مشكله بقى. تقول لي ليه؟ اقول لك لان الموسم ده انتقل زوبيميندي وانتقل روبن لنورماند. ولكن انا هقول زوبيميندي. هل ده هو المارتن زوبيميندي؟ ايوه يا جدعان هو المارتن والاسطوره زوبيميندي. كويس اوي جالنا زوبيميندي زي الفل يعني. انا ما جالناش نص ملعب اصلا. فتعالى بقى ندخل زوبيميندي معانا التشكيله. فعندنا نسختين من زوبيميندي، النسخة البوكس تو بوكس دي، ولكن انا هدخل النسخة الانكور مان ماكس 98 تقريبا. هي انكور مان صح؟ انكور مان وتاخدها حلوة انا عشان يساعدنا بس في نص الملعب كده شوية، عشان شكلها ما فيهاش نص ملعب النهاردة. زي الفل. يلا بينا نكمل. تعالى عندنا اليونايتد يوفنتوس. يونايتد ايه ده؟ يونايتد يوفنتوس وموناكو. ده بول بوجبا. فتعالى ندخل بول بوجبا معانا. تعالى بس نتأكد بس ان ده بول بوجبا صح. هو البول بوجبا. تعالى بقى ندخل بول بوجبا معانا التشكيلة. فللأسف الصراحة بول بوجبا مش موجود في اللعبة، يعني للأسف يعني مش عارف ليه، بس انتقال شكلها لسه محدثتش. فيلا بينا على اللاعب اللي بعده تشيلسي. استنى عشان ده حاجات كتير. تشيلسي فريق معرفوش. تشيلسي، استون فيلا، تشيلسي، روما. انا تقريبا عرفته. ده تقريبا تامي ابراهام صح؟ هل ده تامي ابراهام؟ هل هو التامي ابراهام؟ نعم هو التامي ابراهام. وراح بشكتاش انا معرفش الصراحه. فزي الفل. يلا بينا ندخل تامي ابراهام معانا التشكيل. فمعايا كده اللاعب تامي ابراهام، بس لكن النسخه السي بي اللي هما لعبة مغيرة مركزها دي، نسخة السي بي. تعالى ندخله كده في السي بي. ضحكة والله العظيم يا جدعان. هلعب بيه في السي بي ازاي يا تامي ابراهام؟ تعالى نكمل. عندنا اتلتيكو مدريد بورموس. اتلتيكو في الاخر. اتلتيكو مدريد ريال بيتيس. في الاخر يا اتلتيكو مدريد ريال بيتيس. انا الصراحه مش عارف الصفقه دي. انا مش عارفها. مش عارف مين ده بقى. فان دي بيك. لا ريكيلمي. لا مش عارف. اللاعب اللي بعده تشيلسي. مش عارف ده مين ده. مين ده يا جدعان؟ سافينيو. لا. مين ده؟ لا معرفوش. من بورموس اخيرا بقى جالنا. وهو ده مين بقى؟ ده اللاعب كيركز الظهير الايسر بتاع ليفربول. فتعالى بقى ندخل كيركز معانا التشكيله. تعالى نشتري كيركز. معيش منه نسخ 43,000 جنيه. تعالى ندخله معانا التشكيله. تعالى ندخل كيركز معانا التشكيله. حطه مكان اي حد من اللعبه دي كده. تعالى نسيبه على الدكه. ماشي يلا بينا نكمل. اللاعب اللي بعده وهو استنى بس عشان حاجاته كتير. لعب هنا وهنا اتلتيكو بالباو. ولعب في اتلتيكو بالباو تاني. تشيلسي، ريال مدريد، بورموث. وجاي من بورموث راح ارسنال. ده كيبا انه كان بيلعب في ريال 23. تقريبا ده كيبا. مش عارف راح ارسنال يعمل ايه الصراحه في وجود ديفيد رايا. ولكن كيبا كويس ماشي. يلا بينا ندخل معانا كيبا التشكيله. مش عارف الصراحه معايا نسخه منه هايلايت ولا لا. تعال نشوف. يا ساتر يا رب. ده هيكون حارسنا الاساسي في الديفيجن. حارس عنده 30 سنة ب32,000 جنيه. ليه ما كانش ب30,000 جنيه ده؟ عشان تخليهم متسابقة. وزي الفل. تعالى ندخله مع التشكيلة. الكيبة مع التشكيلة مكان الحارس ده كده. وشكل التشكيلة غير مبشر خالص الصراحة. تعالوا نكمل يلا. اللاعب اللي بعده وهو حاجاته كتير برضو. ولكن انا تقريبا عرفت الصراحة. توتنهام دي، سيتي، ميلان، بيرلي. وهو اللاعب كير ووكر صح؟ هل هو كير ووكر؟ نعم هو كير ووكر. نزل مستوى البيرلي للأسف. فيلا بينا ندخل ووكر معانا التشكيل.
تعال ندخل كير ووكر في الظهير اليمين معانا كده في التشكيلة، وتعالى نكمل يلا. اللاعب اللي بعده وهو اتلتيكو مدريد، وروح الفريق ده مش عارف. ممكن نخمن يعني ونقول مثلا، نقول خيمينيز مثلا. انا مش عارف الصراحة، انا مش عارف. تعال نخمن نقول خيمينيز. كوريا ماشي. اللاعب اللي بعده من برنتفورد، قصدي فيرونتينا، برنتفورد، ارسنال. فيرونتينا، برنتفورد، ارسنال. يعني لا حد راح ارسنال السيزون ده. مين اللي راح ارسنال بس السيزون ده من برنتفورد؟ او ممكن نقول ويسا، انا مش عارف الصراحه. امبومبو راح اليونايتد. وده ديفيد رايا. لا لا صعب أوي. اللاعب ده انا عرفت اللاعب ده في ريال، وهو الرقم 10. هو اللاعب اليكس باينا. انا معايا من اللاعب ده نسخه هايلايت على فكره حلو. فتعالى بقى ندخل اليكس باينا معانا في التشكيله. فتعالى ندخل اليكس باينا 94. ده انا كان اللاعب ده كده، وده اليكس باينا. عشان كده النسخه دي قصتها حلوه قوي الصراحه. فزي الفل، ما لعبتش بقى ولا ماتش. يلا بينا نكمل. اللاعب اللي بعده ليون للسيتي، وهو اللاعب اكيد يعني مفيش غيره، هو اللاعب الاسطوره رايان شيركي، اللاعب الفرنسي. تعال ندخله معانا التشكيله. هو ليه ضعيف قوي كده في اللعبه؟ لاعب 3 نجوم. رايان شيركي عنده 21 سنه ب29,000 جي بي. فتعال نشتري رايان شيركي وندخله معانا التشكيله. ندخل رايان شيركي، نحطه على الدكه. تعال نحطه كده على الدكه. تعال نروح نكمل. اللاعب اللي بعده من الفريق ده ليل، راح يوفنتوس. استنى كده. ليل يوفنتوس انكونكو. لا مش الكروسار انكونكو، في واحد تاني كده. لا ده جوناثان، هو جوناثان ديفيد راح يوفنتوس. والله لازم انا ما اعرف. بعده معانا هو من بوتافوجو راح لا يا جدعان صعب، الحاجات دي صعبة. كان بيلعب في نادي الشباب. انا مش عارف الصراحة، مش عارف. هندرسون مثلا، لا مش عارف، معرفوش ده. اللاعب اللي بعده من ليفربول ده، استنى كده، ده فريمبونج ولا فيرتس؟ لا فريمبونج ولا فيرتس؟ ايه ده؟ كان بيلعب في 23، كان بيلعب في ليفركوزن. لا ده لاعب لسه رايح ليفركوزن، مش ليفركوزن ليفربول. اللاعب ده كوانسا. هل اللاعب ده كوانسا؟ هو اللاعب كوانسا. مش عارف ليه بقى الصراحة، ده كان مستقبله. فتعالى ندخل كوانسا معانا التشكيلة. فتعالى نشتري كده كوانسا ب26,000 جي بي، يدخل معانا التشكيلة. حط كوانسا جنب تامي ابراهام، فزي الفل. يلا بينا نكمل. اللاعب اللي بعده برايتون وساندرلاند. من برايتون لساندرلاند، انا مفيش معلومات تانية، مفيش خالص. ممكن اهبط اي حد كان بيلعب في برايتون. جيمس ميلنر مثلا، انا مش عارف. هو دينجرا راح. هو كان معاه نسخة حلوة الصراحة. من بايرن 22 وراح توتنهام الرسمي. اعتقد ان ده ماتياس تيل. صح، هل هو ماتياس تيل؟ هو الماتياس تيل. فتعال ندخله معانا التشكيلة. فتعال نشتري كده ماتياس تيل ب43,000 جي بي، يدخل معانا التشكيلة. تيل نحطه على الدكة. اللاعب اللي بعده معانا هو ليفركوزن. انا عرفت ده اللاعب ده هو جوناثان تاح. فتعالى نشوف جوناثان تاح معانا التشكيلة. فتعالى كده نشتري جوناثان تاه ب82,000 جي بي وندخله معانا التشكيلة. تعالى يا عم جوناثان تاه، حطه كده على الدكة، نزله مكان كونسا. يعني التشكيلة مش ولا بد الصراحة. اللاعب ده كان بيلعب في PSG، حاليا بيلعب في الدحيل. وانا عرفت اللاعب ده هو اللاعب فيراتي، تقريبا موجود في اللعبة تقريبا، انا مش عارف الصراحة. هروح اشوفه واقول. فللاسف يعني ماركو فيراتي مش موجود معايا في اللعبة، وكتر اللعبة مش موجود معايا في اللعبة، او من كتر ما جابش اسئلة. فانا ادخل لعيبة ضعيفة جدا لما يخلص التحدي، لو اتبقى اماكن اني اغلط كتير او مفيش لعبة موجودة في اللعبة. يعني ربنا يستر. اللاعب اللي بعده من استنى كده، ريال مدريد، ختافي، اشبيلية، ريال باريس، سبورتنج باريس. انا عرفت اللاعب ده. اللاعب ده هو بابلو سارابيا. مش عارف برضه موجود في اللعبة ولا لا، عايز ابص برضه اشوف هو موجود في اللعبة ولا لا. تعالى نشتري كده بابلو سارابيا
تلات نجوم ب32,000 GB عشان ندخله معانا للتشكيلة. فواد سارابيا ده كان واحد من اقوى اللعيبة الصراحة، ولكنه ضعيف وراح العربي. كويس اللي احنا لقيناه اصلا انه راح العربي، ولكن لسه انتقالات ما اتحدثتش في اللعبة غير انتقالات الناس اللي كانت في كاس العالم للأندية. فتعالى كده ندخل بابلو سارابيا نحطه على الدكة. بقينا كده 3 مراكز زي الفل. تعالى نكمل. اللاعب اللي بعده سبورتنج، توتنهام، بايرن ميونخ، وراح موناكو. من بايرن لموناكو انا الصراحه مش عارف حد، بس موناكو عامله صفقات كتير اسمه السيزون ده. حد راح من بايرن لموناكو صراحه ممكن اقول رافائيل جيريرو، لكن جيريرو كان بيلعب في بروسيا اصلا، مش توتنهام خالص. مش عارف. ايريك ده اللاعب اللي بعده من بروسيا راح نيس، ومن نيس راح كوبنهاجن. يا جدعان حاجات صعبه، حاجات بدأت تبقى صعبة زي كده، بقت صعبة. مش عارف الصراحة. ممكن يوسف موكوكو. اللاعب اللي بعده كان اتلتيكو مدريد. يا جدعان ساندرلاند بتشتري لعيبة وانا مش عارف اللعيبة اللي اشتريتها دي. خيمينيز. انا ماسك في خيمينيز، انا ماسك في خيمينيز، ولكن صعب اوي الصراحة، صعب اوي يكون خيمينيز. ما اعرفوش اصلا، ده رينالدو. يا جدعان لا، الحاجات صعبة اوي. مش عارف والله. انا مش عارف الصراحة مين ده. ده ماما مشهور محدش يعرفه. من بوتافوجو راح الانتر، وهو كان بيلعب في مارسيليا. مش عارف برضو، مش عارف كالعادة. ممكن نقول بايت مين صعب. لويس هنريكي اللاعب اللي بعده في تشيلسي. اللاعب ده انا عرفته. هو اللاعب ده نونو مدويكي، صح؟ يعني يا جدعان، يعني زي الفل. الكل اللي كاتبين في كومنتات كاتبين نونو مدويكي. الحمد لله هو مدويكي. ندخل نونو مدويكي معانا التشكيلة. تعال بقى ندخل لعيبة ضعيفة جدا. تعال ندخل اضعف لعيبة عندنا. تعال ندخل اللاعب ده ضعيف برضه. وتعال ندخل محمد النني. بس انا كده كده مش هنستخدم اللعيبة دي، يعني اللعبة دي ولا كأنها معانا. تعالى بقى نظبط التشكيلة كده. الفل يا شباب، فزي الفل يا شباب. يعني زي ما انتم شايفين كده ظبطنا التشكيلة. الدكة يعني هي لازمة اللي مفيهاش غير نونو مدويك الصراحة. انا عايز اشوف بس حاجة، عايز اشوف طاقات كده تانية يا ابراهام. هو لاعب دستروير، يعني بص طاقات دفاعية كويسة، فيزيكال كونتاكت، كل سكيزات الدفاع، فكويس اوي الصراحة. فالتشكيلة مش احسن حاجة، تشكيلة ضعيفة جدا. نخش نلعب بيها ماتش او ماتشين الصراحة، ممكن ماتش واحد كمان عشان الفيديو طول، بس هنشوف دلوقتي. ده فريند ماتش ايه. تعال نخش على فوتبول ليج. يعني انا من بعد اللايف لعبت ماتشين، اتعادلت الماتشين. يعني يا جدعان سكريبت في سكريبت رهيب الصراحة بيحصل. زي الفل يعني. يلا بينا على الماتش. معانا فيديو النهارده في الديفيجن. معانا هنا خصم الديفيجن التالت اللي 2 مليار على العالم، 3170 جلطة سراي. تعال زي الفل يا شباب. انا العب بالتشكيله دي بكل اسم الدوشين قدامكم دي. انا مش عارف يا جدعان غير ماتش واحد، مش هينفع العب بالتشكيله دي ماتشات تاني. صراحه تشكيله يا جدعان سيئه جدا، تشكيله سيئه جدا. حتى النسخ من اللعبه ما نزلهاش نسخ اصلا. فانا مش هلعب تاني الصراحه بالتشكيله دي. وانا بقى كده تشكيله الخصم. مع سورلوس، ده عرضيات ده. سورلوس كول، عندك كانافارو، بس باتيستوتا، ديكاراسكايتا. تشكيلته حلوه والله، تشكيلته حلوه. فيها لعبه قديمه مع روبن دياز، ده قديم. فزي الفل. يلا بينا على الماتش. يمشي كوره زوبيميندي، مقطوعه من كول وجول. اكيد مش هيصدها يعني، اكيد. وهي صعبه اصلا بس سهله يعني. الكوره في ايدك زي الفل يا رجاله. بقى انا في الاول. يمشي كمان دي بروين، او يقطعها دي بروين خطيره والقائم. وما زال. ما تمسك بقى يا عم. يمشي كيليان خطيرة، ما بيصدش. وجاريس بيل جول، ما بيصدش يا جدعان والله العظيم ما بيصد. تاني. تمشي كرة عن طريق جاريس بيلدز والقائم. وكيليان وجول. مفيش دفاع، مفيش اي حاجة. بلعنا التالت، فضيحة تاريخية. وينتهي المباراة الكارثية بخسارة 3-0. مفيش دفاع، مفيش. كيبا ما بيصدش مبدئيا كده. تلات كور اون تارجت. كيبا ما بيصدش. بص كيبا ما بيصدش. وبقية اللعيبة طبعا اللعيبة مش بتوصل لها الكورة، مفيش مساندات. المهاجم مش هو بيضرب، مش احسن حاجة. دي بلاينج تشكيلة كانت كارثية جدا. يعني هناخد سالب 31 كمان، يا نهار ابيض. يعني مش هنلعب تاني الصراحة عشان منقلش اكتر من كده. ولكن طبعا تشكيلة ما جاتش. ولكن يعني ما كانش فيه لعيبة قوية الصراحة في التحدي، مش عارف ليه. ولكن طبعا خسرنا التحدي. ويعني خسرنا الماتش. ولكن
جاوبنا اسئله كتير الصراحه، جاوبنا اسئله كتير. وبس كده يعني، ده كان فيديو النهارده. يا ريت تنزل تحط لايك وتحط سبسكرايب. جاي على النبي، رابط كل حاجه هتلاقيها في البايو. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.